صباحكم خير وطيبة وجمال وحب. شلونكم يا حبايبي؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. وتعالوا انا وياكم اليوم نسوي هذا فيديونا منوع. وهسه مثل ما شفتوا طبعا هنا مجمعة انا البامية مالت البستان مالتني، وهذا الفجل الخطية منتهية روحه ما ادري ايش صاير بيه. المهم وهاي رماناتنا اللي ما اوصف لكم ايش سوت بينا. هاي اجلكم الله الحيوانة طالعة وكاظة الرمانة ومقطعتها الأغصان مالتها كلها مشلعتهن ومشلع الرمان مالتها. مع الأسف يعني عليها اللي احنا كنا ننتظر يوم بعد يوم يكبرن، فهي شنو هي ما مخليتنه أي شي بيها. ضالة كم رمانة بيها. وهسه مثل ما شفتوا طبعا كملت هذه قطعت البامية ثرمت لا شنو ثرمتها لا قصصتها المهم ما أدري. اي خليتها بماي وملح، نقعتها تقريبا نص ساعة أزيد حتى شني تصير لنا يطلع هذا الخيوط والهاي ما ادري شلون هيش من عندها اصلا مو حلو. وهنا انا مثل ما شفتوا عندي ثوم انا قسم من عنده شو مسويه بيه بارشته، وقسم من عنده لا ثارمته وهيك يعني مخليته. فعندي هذا اللحم سالقته قبل يوم خليته بالثلاجة. صراحة قعدت الصبح اضوج من عندها فشني مو دوم اقعد يعني ما اقعد من الفجر. فقعد هيك بالعشرة هيك حتى شني اللحم مستوي بسرعة اطبخ. أسلقه دائما أسلق لي أنا وجبة كاملة وأخليها بالثلاجة حتى إمتى ما أريد أطلع وأطبخ من عندها. يعني إمتى ما يعجبني ما أحتار، إمتى ما بين ما يستوي اللحم بين ما يستوي هاي السوالف. أكو لحم عندنا هواي يجي قاسي ما يستوي يشلع القلب، وأكو لا والله شحالاته. فهذا اللي عندي كان كلش يعني قوي. فأسلقنا قبل يوم يعني متى ما يصير عندي فراغ أروح أسلقه وأخلص من عنده. وهسه حمسنا هنا المعجون والثوم واللحم سوية، وراح نضيف عصير الطماطة وبعدها نضيف البامية ونكمل باقي غدانه. وما عليك بذلك الجدر الثاني اللي هنا كنت مفورة الحليب مخليته يمي أريد أروح أوديه حتى يبرد يعني وخلي أسوي روبة. شنو رأيكم نسوي وياكم هذا الفيديو مال الحليب والروبة وهيش ويصير روبة وهالسوالف إذا حابين. لا حابين يعني ما حابين عادي ولي أصلا ما لازم، أهم شي اللي انتو تحبونه. وأكيد هنا همين طبخنا التمن وهذا التمن حيل حيل يشلع قلبي وهذلني ومرمرني ما أدري شنو إيش ما أسوي له ما يجي عدل. المهم ما أدري متى تخلص هاي القونية مالته وأخلص من عنده وأقول له الله محمد وعليك وبعد ما أريدك تطبيتنا هاي 7 حجارات أشمر وراك ورا القونية مالته. المهم حتى بعد ما يجيب لي مثلها. هذا الولد هو أنا قايل له هذا خوش تمين ونوعيته زينة ومن هاي السوالف شري ومصدق العينتين جايبه وجاي يقول لي خوش تمين. قلت لا والله شلع قلبي أصلا. وهنا طبعا ما قلكم هو كلش يعني مو حلو لا يعني زينين وكل. فاستوى التمين واستوت المريقة. والله ما أجوز من هاي السالفة اكو يعني بوصلة بيدي ليش ما تكضينها؟ لا إلا بيدي يكون أنشوي يكون أحس بالتشوية مالت الجدر. هاي شي سهولة هي سهولة ما أدري شنو. وصارت لكم ذيك البامية اللي تخبل. سهمنا وسهمكم العافية همين. طبعا ايش قد نسبة حبكم للبامية والله يا ريت كتبوا لي اياها خلينا نشوف. والله انا بصراحة ما اعرف يعني ايش قد 80 90 ما ادري. المهم يعني احبها كلش احبها هواي. ايه احبها هواي. بس انتو همين ترى انتو حبكم اكثر مو بس هي. انتو احبكم اكثر. وهسه نصب الغدي ونتغدي ونبلش باقي الفيديو. وهاي هنا شوفوا لي يا بنات حيل حيل يشلع القلب. وهسه انا ما اختاريت غير هذه شو اسمه الزغيرون هذا الخشب. يا تختاريش واحد كبير حتى شنو تخلصيه بسرعة لا قاعدة خاشوقة التمضيق هالسوالف هاي. ما احب هاي الشغلات البطيئة بس ما ادري ليش اليوم سويت بيه. وبنات شو مسوين ما مسوين شو اخبار الحر وياكم؟ والله بصراحة اياها من حارة تصمت الصمت مو بس حارة. يعني نسبة الحرارة عندنا 50 باقي. يا بنات والله انتو باقي المحافظات وش قد نسبة الحرارة عندكم؟ احنا ما شاء الله 50 قلت لكم بعدية هاي
العراق على قولتهم ناجح من أول دور كلش. وهسه هاي مرقتنا شنها العافية. شو تحبون المرقة؟ تحبونها ثخينة خفيفة؟ احنا من عشاق المرقة الثخينة، ما العود خفيفة ما ترهم هاي، ما حد يحبها إذا خفيفة تقولي ما وكلت بغت على قلبي، فلازم تصير ثخينة. وحالات المرقة من يشوف الزيت طافح ليفوق، يعني معناته مرقتنا استوت وكافي بعد، هاي حدها. وأكيد السفرة ما تخلى من الرقي. وهسه إن شاء الله إجانا الرطب، يا هلا ومية هلا بيك يا الرطب يا أبوي، إيش قد حبيته، شنو إيش قد حبيته، إيش قد أحبنا. المهم سحقات سحقات الله أكبر. طبعا ما أدري ذاك اليوم منو إيش قلي بس ردفتين أنتي فيديو إيش قد تسحقين بيه، ما أدري شلون يعني عادي يتابعون شو هاي السوالف. قلت ما يخالف ما يخالف، أهم شي ما قاعدة أقطع بالفيديو والله، ها والله أظل على طبيعتي أحسن شي. مو صحيح؟ صح لو مو صح؟ صدق لو مو صدق؟ هسه هذا رقينا، وهاي مرقتنا، وهاي أكلنا، وهذا غدانا، وسهمكم وسهمنا. ألف عافية تمنيتكم وياي. طبعا والله العظيم الأكل حالاته باللمة، بس وين ألقاكم وين أطيحن بيكم. وأكيد الصيف بعد الصيف أبو اللبن. وهسه بعد ما كملنا الغدا والحمد لله والشكر على النعمة، تعالوا خلنا نسوي كيكة الكاكاو أو الشوكولاتة. طبعا مثل ما نقول أنا من عشاق الكيك بالشوكولاتة. طبعا كيك الإسفنجي أبد ما أرغبه أبد، يعني ما أذوقه رغم أشتغل بيه بس ما أكله، أموت منه، يعني ما أعرف ليش ما أحبه. وهسه مثل ما شفتوا يا بنات ضفت لي بيضتين فقط، تكون بيضتين اي بنات بيضتين كافي زايدات. وهاي هنا عندنا قلاص من الشكر أكيد، وما ننسى الفانيلي هي الأساسية مالت الكيك العادي أو كيك الشوكولاتة. إذا تريد تغيرون النكهة فهذا الشي راجع لكم، بس الأفضل نكهة الفانيلي أو التوفي. وهذا خل أبيض طبق، طبعا من الدبة ما نخليه يتلبط ولا بشي، دبته ضالة. وأكيد نخلطه لحد ما يتغير اللون مالته ويصير عندنا اللون ماله أبيض. وذا بالشكر عندنا إنه بنكمل باقي الخطوات. بس يا بنات شوفوا هنا طبعا كمل. رحت هنا شغلت الفرن ورجعت، وراح نخلي زيت تقريبا من ربع إلى نص القلاص. بعد هذا الشي انتو تحبون تخلوا له، تحبوا تكثرون تحبوا تقللون عادي، ربع قلاص هم عادي يرهم، بس شوي تطلع عندكم الكيكة ناشفة إذا زيت مالها قليل. قلاص الماي طبعا لا حار ولا بارد عادي، فيا بنات هاي المواد كلها حارة. بنوتاتنا الصغيرونات تعلمن لا تظلن كله جاهز. اشتريتن كيكة ما تعرفن تسوونها، اشتريتن حلوية ما تعرفن تسوونها، تعال يا ابو فلان جيب لنا، تعال بابا جيب لنا، تعال ما نسوون بالبيت أحسن. كان قاعد كله نظيف وش حالاته وشغليتشن، وحتى تفرحن لما يشوفن الشي طلع حلو بيتشن، أحسن من ما أروح أشتري وما أعرف شني ما أدري شني شلون مسوينه نظيف مو نظيف. ما تعرفين هاي المكانات. بصراحة أزيد يعني الشغلات أحب أسويها بيدي، ما أشتري شي نهائيا. رغم إيش قد يعني مرات أشتري مثلا شغلات، بس بصراحة خلنا أقولكم شغلة واحدة ما تضبط بإيدي، هي سالفة الشرك نهائيا ما يضبط بإيدي. يعني حاولت كل الطرق أسويها وأرد أضبطها ما ضبط عندي، ليش ما أدري. فيا بنات مو كل يعني شغلة تجي بإيدش. هسه أنا دايخة بسالفة الشرك ليش ما يضبط عندي، بس كون أضبطه إن شاء الله أضبطه وأنزلكم فيديو، بس يضبط عندي أنزل لكم فيديو. وهسه مثل ما شفتوا هاينا خلينا طحين، حتى ما ركزت إيش قد حطيت، يمكن قلاصين وربع طحين
خليت يلا هو الفيديو يبين. وهذا عندنا الكاكاو، طبعا هذا الكاكاو نوعيته كلش ممتازة، يعطينا سواد للكيكة يعني، وطعمه كلش حلو. هذا أخذه أنا وزن، هنا طبعا كنت ماخذه أنا نص كيلو، وبعدين استحيفت قلت لو ماخذه كيلو أحسن لي، لأن يخبل بالشغل مالته. وخليت خاشورتين من الكاكاو. والبداية أخذ طيش لين الكاكاو بعد ما تلحق عليه إذا شغلنا هذا المضرب عليه. ويا بنات لا تتقيدون، إذا ما عندكم مضرب، إذا ما عندكم عجان، إذا ما عندكم هاي مالت اللبن هم عادي تنشغل. وإذا كلش حتى هاي ما متوفرة هاي العودة الخشب هاي، مو من هذا، من يعني الراس مالتها تفرونها وتشتغلون بيها. ما أدري شلون أوصفها لكم. اي اشتغلوا بيها تطلع لكم الكيكة تخبل بصراحة. أنا حتى مرات شت عجين أعجن بيها يعني بالعواد الخشبية. هسه مثل هذا الماس هاي السوالف هاي استوت حطيت بيه التمن أنا، هذا بس تدورونه بالعكس تشتغلون بيه. وهذا الغالب عندي داهنته أنا بزيت، يعني ما يحتاج ورق زبدة ولا يحتاج شي، لأن أنا أصلا ما راح أقلبها، راح تبقى على حالها. ندخلها على الحرارة مالت الفرن. طبعا حرارة الفرن عندي أنا 180 مخليتها لمدة نص ساعة، وتطلع جنها العافية. هسه ندخلها للفرن ونخليها بين ما تكمل، نشوف شنو عندنا نكملها بعدين. وهاي شوفوا يا بنات استويت وجنها العافية وهشة وطيبة، وما شاء الله طلع لكم بش كم قطعة خير من الله. وتعالوا خلينا نسوي هسه صوص مالت الشوكولاتة. طبعا هذا الصوص اللي دائما اعتمد عليه، حتى اذا ما عندي اريد اسوي كيكة لا اسويه هيك بالبيت ناكل من عنده، بس اسويه انا كحشوة ما اسويه هيك يعني خفيف. هنا ضفت قلاص شكر مثل ما شفتوا. هاي نعم عندي قلاص من الحليب، حليب البودر. طبعا هذا الحليب مدهش، اذا حابين تستبدلونه بغير شي عادي، بس اهم شي يكون كامل الدسم. هذا الكياس ابو الالف صراحة مو طيب. هنا ضفت قلاص ماي، اريد انا صوص، واذا ما تريدونه انتو صوص يعني تاكلونه هيجي، سووا نص قلاص ماي حتى يطلع عندكم ثخين. وهنا قلاص الا ربع زيت. زيت ما راح اخليه، لا، اول بداية اخليها تشتغل وبعدين. وهنا اكيد الكيكو. طبعا الكيكو هو الاساسي يعني يسوي هذا يعني حلو. ليش الكيكو يصير يعني ابد مو زين، شقد ما تخليه ما يضبط. تعالوا خليه نخلطه خلطة من هاي الزينات. شنو اخباركم شو مسوين ما مسوين؟ مرتاحين من المدارس وضيم المدارس؟ انا ان شاء الله هالسنة الدور جايلي، لان بنونة هاي السنة ان شاء الله اسجل لها مدرسة. اقول لهم ضيم وضلايم جايلي. وهسه هنا نخلي الخلاطة تشتغل واصب الزيت، افتح الغبق من فوق، الغبق الصغير فتحته انا، لا تفتحون الغبق الكبير بعد هاي كيفكم مع الخلاط. وابدي اصب الزيت وهي تشتغل، وخليها لحد ما اشوف الصوص دخل، ومن يدخن نطفيها. والكيكة طبعا هنا مخليتها انا تبرد مدة ساعة بردت. وهنا النوبة اخلي عليها الصوص ابد ما اخليه لا يبرد ولا شي، هي مجرد ما اخلطه واكمله اجي النوبة اصبه فوق الكيكة واخليها تبرد هي وياه. هي انا مبردتها وبعدين هم اخلي الصوص عليها وهم بعدين اخليها تبرد. وهنا ما ادري شلون طبعا التهيت وعايفة التصوير وخلتها تشتغل، عبالي انا مطفيته. باعوا يا بنات مو ثخين كلش ولا هو خفيف، يعني زين الضخن مالته. وهسه اكيد راح نثقبها حتى شني تشرب لنا بالصوص.
صدق هو مو يعني خفيف ويعني يدخل داخلها، بس بعد همين تصير حلوة. هاي الفتحات اللي سويتها الصغيرة هم تشرب من الصوص. وما راح أصبن الكاكاو كله لأن كافي اللي صبيته هسه. هذا هذا كافي، اكتفيت بيه. طبعا أنا وبناتي من عشاق الكاكاو، وأبو بنينة ما يحب الكاكاو نهائيا، يعني علاقته بيه كلش يعني مو قوية، ضعيفة. فبصراحة بأول مرة أنا وياه نختلف على شغلة، اللي هي شغلة الكيك بالكاكاو. هو ما يحبه وأنا أحبه، وهو يحب كيك الإسفنجي وأنا ما أحب كيك الإسفنجي. يعني هيج حشوات وهاي السوالف بيه أبد ما أحبه. وهنا بردت الكيكة وما أدري شنو طيحت من رومه ورحت لها طبعا أركض، وقفت التصوير حتى مو مصور عدل، مو خليت الكاميرا عدل. مريمة دورة تركض وراي، وين ما أروح تركض وراي، كل ساعة مسويت لي شغلة ما تقعد. وهسه نقصصها، وإذا تشوفون هاي العلامة اللي بإيدي طبعا بنات هذا حرق، احترقت قبل فترة بس ما قليت لكم. حتى أخذت فترة ما أقدر أصورت كلش تأذيني. اسم الله عليكم، الله يبعد عنكم الشر، احترقت بالتنور. فظل الأثر مالته، طابت بس ظل الأثر ما جاي يروح. وهسه كملنا وراح ناخذ لنا قطعة من عندها، وشوفوا لي اياها ايش قد هالشي والطعم لا يقاوم، يعني ابد 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 ابد. طبعا جت لي قطعتين سوية يابا روحي كافي وحدك بروحي ما بي حل على الحلا اللي هو وهسه نصب عليها شوية من الصوص. شوفوا لي طبعا، شوفوا الارتفاع بنات، رقم هنا بيضتين ما خليته هواي. طبعا يا بنات اللي طبعا اليوم شنو هواي، طبعا السواد مالتها كلش يعني سودة، بس شنو بالتصوير ما هالقد مبينة. وهسه ناخذ لنا قطعة من عندها ونقلكم يلا شدن حالشن وقوموا سووا كيكة حتى تفيدشن بالتوزيعات بهاي السوالف. صينية مالت القاسم سلام الله عليها مجايتني، فسوونها وتحطنها بسفريات وتوزع عنها، يعني هواي تفيدشن بهاي الأيام. وهسه اللي هنا طبعا انتهى فيديونا وخلص مشواري وياكم، واليوم فيديو طويل، ولا تنسون بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وهسه ألتقيكم في فيديو جديد، ومع مليون ألف سلامة. أحبكم كلش هواية، أعلى وأعز عائلة بالدنيا كلها. يما فديتكم فدي، يلا باي باي.